اهلا بيكم. انتبه، العالم يعود الى الخلف. فعلا اللي بيحصل دلوقتي شيء جنوني، لكن من الواضح ان احنا بالظبط بنعيش فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية، تقريبا نفس الاجواء ونفس الظروف ونفس انهيارات الديمقراطيات اللي حصلت قبل الحرب العالمية الثانية مباشرة. وده اللي بيحصل دلوقتي، واللي اكبر مثال ليه اللي حصل خلال الساعات القليلة جدا اللي فاتت، وهي انهيار الديمقراطية في كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية للي يعني مش عارف وضعها ايه، هي من احد اهم الدول الديمقراطية في العالم، صاحبة الشركات الكبيرة زي سامسونج وهيونداي وغيرها من الشركات بتاع تحديدا يعني المايكروشيب والرقائق الإلكترونية، هي اللي بتلي مباشرة في آسيا، بتلي تايوان في الأهمية بتاع المايكروشيبس وغيره. ايه اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت، الساعات اللي فاتت القليلة؟ فجأة تقريبا يعني بعد منتصف الليل طلع الرئيس الكوري الجنوبي، وهو اسمه رخم شوية، يول سوك يول. تمام، يون سوك يول ده اسمه. والله سيبكم من الاسماء، لان احنا بصوا الاسماء بتاعتهم كلها شبه بعض في النهاية، سوك وسول ومعرفش ايه والكلام زي ده. تمام، المهم في الموضوع كله ان الراجل طلع كده مع نفسه يعني، واعلن الاحكام العرفية، وطبعا استخدم كالعادة اعداء الوطن والمتعاونين مع القوى الخارجية، ويقصد كوريا الشمالية والقصة دي كلها. طيب ايه اصل الحكاية؟ خلال الايام القليلة اللي فاتت كان المفترض الحزب بتاعه اللي هو اسمه حزب قوة الشعب، ده مرشحه واللي نجح في الانتخابات اللي فاتت، في تحديدا في 10/5/2022، يعني تقريبا من سنتين وشوية. نجح مرشح الحزب ده بتاع قوة الشعب، وتولى اللي هو يون سوك يول ده الرئاسة. خلاص، المفترض ان خلال الفترة اللي فاتت، الايام اللي فاتت، ان كان فيه الميزانية وعايز يمررها من خلال البرلمان. في الحزب اللي قصاده بقى، الحزب التاني اللي هو المعارض واللي بيتبادل معاه موضوع الرئاسة يعني مع الحزب ده، اسمه الحزب الديمقراطي الكوري. قال لك لا، احنا مش هنعدي الميزانية دي. طبعا الميزانية دي بتبقى متظبطة حسب امور كتيرة جدا شايفها الحزب الحاكم. تمام، وقفت الحكاية وما قدرش يمرر الميزانية كما اقرتها الحكومة اللي هو بيرقصها. تمام، وكمان عرف في خلال الايام برضو اللي فاتت ان الحزب المعارض الرئيسي اللي هو حزب الديمقراطية الكوري بيجهز لاصدار او استصدار عزل للرئيس من خلال البرلمان، يعني سحب الثقة منه وعزله. ففاجئ الكل وراح قال لك يا جدع انت بلا ديمقراطية بلا زفت، يلا احنا هنعمل ايه؟ هنعمل احكام عرفية اللي هو اعلان حالة الطوارئ. وراح متفق مع رئيس الاركان، مش وزير الدفاع، رئيس الاركان اسمه بارك انسو، ده قائد الاحكام العرفية. خلاص اتشكلت الهيئة اللي هي المشرفة او المنفذة للاحكام العرفية برئاسة رئيس الاركان. مين اللي فوقه مباشرة؟ الرئيس. كوريا الجنوبية لانها دولة ديمقراطية فيها فصل ما بين السلطات، سلطة تنفيذية اللي على رأسها الرئيس والوزراء بما فيهم وزير الدفاع، وتحت وزير الدفاع رئيس الأركان، دي سلطة تنفيذية. في سلطة تشريعية اللي هي البرلمان، وفي سلطة قضائية. 3 سلطات ما ينفعش سلطة فيهم تتغول عن التانية، وبالتالي هو أصلا جاي بناء على السلطة التشريعية، بناء على أصوات الناس والانتخابات. اللي عمل القوانين بتاع الانتخابات مين؟ السلطة التشريعية اللي هو انقلب عليها. الهيئة بقى بتاع الايه اللي كونوها هو ورئيس الاركان دي بتاع الاحكام العرفية، عملت ايه؟ قالت لك يا جدع مفيش حاجة اسمها برلمان، ومفيش حاجة اسمها احزاب، ومفيش الكلام ده، كله يتجمد. مفيش انعقاد لبرلمان ولا احزاب ولا اي عمل سياسي. ليه يا حاج؟ عشان اعداء الوطن. في اعداء الوطن لازم يبقى في فزاعه، اي واحد بيفكر يبقى دكتاتور لازم الاول يخلق فزاعه علشان يبقى دكتاتور، والا يعني انت دكتاتور ليه يعني؟ فطبعا اتوجدت السبب وفيه منتفعين،
وبدأ يحصل يعني قلبان في كوريا الجنوبية. الكلام ده جديد عليهم تماما. واللي برضو بما اني زرت كوريا الجنوبية بقول لك ان كوريا الجنوبية تعتبر احدى الولايات المتحدة الامريكية. تمام. الجيش الامريكي هناك، والقصة مش يعني ما فيهاش استقلالية زي ما بعض الناس تفتكر خالص. وبالتالي الغلطة اللي ارتكبها الرئيس ده واللي هنشوفها مع بعض خلال الفترة الجاية، واتوقع انه هيتسجن الى ما لا نهاية، انه ما استناش لحد ما ترامب يجي. ترامب كان ممكن يعديله دي، لان ترامب بيعز الدكتاتوريين وبيعز الهبل ده، لان هو نفسه عمله قبل كده. فهو واضح جدا ان بركات ترامب حلت عليه، وقال لك يا جدع انت ما ترامب اللي جاي يلا نعمل انقلاب، وترامب لما يجي هتعدي. لكن الشوية دول الوقت ده لحد 20 يناير غالبا كفيلين بان هو يتسجن سجن يعني الى ما لا نهاية. على فكرة كوريا الجنوبية خلال اللي قبل 2018 حكموا على رئيسة كوريا الجنوبية كان اسمها بارك جيون، حكموا عليها ب 24 سنة. تمام. واتسجنت فعلا، وغرامة 17 مليون دولار. ليه؟ مش بقى علشان انقلاب دستوري زي كده لا، علشان حاجة بسيطة يعني بالنسبة لهم كبيرة، لكن بالنسبة لنا احنا كلام فاضي يعني. في فساد. تمام. فساد كده بحاجة بسيطة. ده بيعملها اي موظف في اي هيئة عندنا في مصر مثلا، او اي حد في اي بلد عربي، وعادي جدا ولا بياخد فيها 3 ساعات حتى. دي اتحكم عليها ب 24 سنة سجن، واتسجنت تقريبا 5 سنين، وطلعت بعد شوية بافراج وكلام وقصة زي دي. ده بالنسبة لتهمة فساد. فما بالك اللي بيحصل ده تهمة غير مسبوقة في كوريا الجنوبية. وغالبا لو استمر الوضع على كده فيحصل على طول حرب مع كوريا الشمالية. ليه بقى؟ لان اول حاجة بيبني عليها وجوده اللي هو الرئيس المنقلب ده الحالي هو كوريا الشمالية، والخطر بتاع كوريا الشمالية والعملاء بتاع كوريا الشمالية. طبعا مفيش الكلام ده، لكن دي حجة بناء عليها هيفضل يهاجم كوريا الشمالية ورجال كوريا الشمالية الافتراضيين في كوريا الجنوبية. ده هيخلي الحاج كيم قاعد ويقول له يا جدع انت عبيط يد ولا ايه؟ فيبدأ يرد يعني، مش هيسيبه. وبالتالي هيبقى في احتكاكات قوية جدا مع كوريا الشمالية. تمام. طيب هل الانقلاب ده هينجح؟ انا شايف انه لا طبعا، الكلام ده كلام فاضي، وده حرفيا فتح باب السجن وخلاص حجز الزنزانة بتاعته. غالبا مش هتعدي الموضوع. طبعا يعني شادد جدا دلوقتي، في اقتحامات للبرلمان، والقوة اللي هي بتاعت الجيش حاولت تمنع جلسة البرلمان، واللي فشلت في منع 190 عضو برلمان من برلمان كوريا الجنوبية انه ينعقد. وفعلا انعقدوا وعملوا فعلا قرار بوقف ورفض قرار الرئيس الكوري بفرض حالة الطوارئ. وبالتالي السلطة التشريعية لغت قرار السلطة التنفيذية. تمام. وبالتالي احنا النهاردة عندنا 2 سلطتين، الاتنين بيقولوا قرارات وبيحاولوا يفرضوا قراراتهم. لكن للأسف حتى الآن، لأن القصة بقى دلوقتي دخلت في العافية، مين يفرض كلامه. طبعا مواجهات ومناظر فعلا غريبة جدا، أول مرة تتشاف على الإطلاق في كوريا. الجيش منظره وهو نازل الشوارع بيفكرنا بدول الموز اللي بيحصل فيها انقلابات، يعني بعيد عنا، بعد الشر عنا يعني. تمام. فواضح جدا ان الحكاية رايحة في مساحات خطيرة جدا. لو هنشوفوا بس المنظر بتاع دول، هتشوفوا دلوقتي الجنود وهم داخلين البرلمان بيحاولوا يمنعوا الجلسة. تمام. خش كده شوية. ده داخلين البرلمان كانوا بيحاولوا بصوا، كانوا بيحاولوا بسرعة يجروا ورا الاعضاء البرلمان جوه عشان يمنعوهم من عقد الجلسة. هم راحوا داخلين، وطبعا
المكان اللي بينعقد فيه الجلسه بيبقى مؤمن، وقفوا على نفسهم جوه وراحوا عاملين الايه، عاملين التصويت، ورفضوا او لغوا قرار الرئيس بالاحكام العرفيه والكلام زي كده. مناظر بقى هنشوفها كده، هنشوف مع بعض القصه واخده اي مواد. الناس طبعا بكره عندهم الساعه دلوقتي كام في كوريا الجنوبية. هنشوف دلوقتي حالا في سيول الساعة 4:57 صباحا، يعني الساعة 5 صباحا. هو عمل ايه؟ طلع عمل القصة دي كلها تقريبا الساعة 1 علشان يعني يستغل ويفرض الامر الواقع في ساعات الليل. لكن اللي حصل عكس كده، وبدأت الناس فعلا تنزل، وبدأت مواجهات زي ما شفنا بعضها دلوقتي. على بكره الدنيا هتولع في كوريا الجنوبيه، لان الناس بدل ما هتنزل شغلها هتنزل تشوف المسخره اللي بتحصل دي. وهم عندهم الوضع مفيش حاجه اسمها رئيس ويعمل الكلام الفاضي ده كله. انا بقول لك في قضيه فساد حبسوا رئيسه كوريا 20 سنه ولا 24 سنه يعني، او حكموا عليها بالكلام ده، حتى لو طلعت بعفو، لكن ده كان القرار بتاع القضاء. بكره كمان في حاجه تانية غير الناس، غير الشعب الكوري اللي هيرفض تماما المسخره اللي بتحصل دي، في كمان القضاء هي كسلطه ثالثه تمام هيدخل، وغالبا هيدعم قرار البرلمان والسلطه التشريعيه. الغريبه ان رئيس الحزب اللي هو مرشح الرئيس بتاع الكوري ده، الحزب نفسه مثلا زي الجمهوري كده، الحزب الجمهوري في امريكا مرشح ترامب، ففيه رئيس وزعيم للحزب ده هو والحزب بتاع المعارضه الاثنين مع بعض على الرئيس دلوقتي. يعني حتى رئيس الحزب اللي مرشح الرئيس الحالي كوريا الجنوبيه اللي عاد الهبل ده اشتغل معاه، الرئيس بتاع الحزب ضده، وقال ان الكلام ده كلام مش قانوني ومش شرعي وخطأ، وتضامن مع المعارضه. فتقريبا انت بتتكلم على كوريا الجنوبيه كلها كده باستثناء قائد الاركان وشويه عساكر معاه تمام ضد اللي بيحصل. وان حصل وتم تمرير هذا الانقلاب، فالقصه يا جماعه هتاثر على باقي العالم كله. تتكلم على احدى رموز الديمقراطيه في العالم، وهي كوريا الجنوبيه اللي بتمثل الديمقراطيه والحلم الديمقراطي والحلم بالنسبه لاسيا كلها. دي تعتبر امريكا اسيا تمام. انا بقول لك يعني اللي راح كوريا وعارف دي تعتبر احدى الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي ان مر هذا الانقلاب فاولى على الديمقراطيه في العالم خلاص بقى اقرا عليها بقى وسمي وادفنها خلاص، ما هيبقاش في حاجه اسمها ديمقراطيه. وفي نفس الوقت انت عندك ترامب شغال يعني الدنيا بايظه خالص شغال بيفحت في الدولة العميقة وبيكسر حاجات كتيرة جدا، لكن ما زال برضو ان هو جاي بشكل ديمقراطي. لسه ما دخلناش في ليفل الوحش في امريكا، هندخل فيه قريب ان شاء الله. بنشوف بايدن في نفس التوقيت لسه من ايام بينفوا تماما ان هو هيصدر عفو عن ابنه. الواد ابنه ده مدان في مخدرات ووساط يعني بلاوي سودة عنده، فطلع له قرار عفو رئاسي. وده غريب عكس ما كان بيقولوا ابنه اسمه هانتر ومدان، وكان عنده جلسة بعد اسبوع خلاص ومش مش هنعمل عفو رئاسي ومش هنستغل حاجة، وهوب امبارح راح مطلع عفو رئاسي عن ابنه اللي لسه محاكمته بعد اسبوع. فالكلام ده كله هدم للقيم الديمقراطية في العالم وتحطيم. طيب هل في علاقة ما بين الجنون اللي بيحصل في العالم ده وما بين الإجرام اللي حصل في غزة؟ قولا واحدا أيوه. حصل في غزة كشف وجه العالم القبيح، نزل ستارة عن وجوه كتيرة في العالم للأسف الشديد، أظهرت الحقيقة. الشعارات الكاذبة اللي كانت الغرب بيصدروها وقال لك احنا وحماة الديمقراطية، وعملوا بده حروب وقتلوا ملايين الناس بحجة حماية الديمقراطية في العالم. النهاردة كل ده بيتكسر وبينهار امام الكل. ده
قلناها قبل كده زمان، مع بداية العدوان على أهلنا في غزة وبداية جرائم الحرب وجرائم الإبادة، قلنا دماء أطفال غزة سيدفع ثمنها العالم كله. والله كاتبها جملة: دماء أطفال غزة سيدفع ثمنها العالم كله، مفيش ولا دولة هتفلت. واللي بيحصل ده في هذا السياق، ولسه احنا يدوب بتسخن في كوريا الجنوبية. وعلى فكرة حتى لو حصل وتوقف الانقلاب ده، الشرخ حصل خلاص في مجتمع كان متلائم ومتجانس زي كوريا الجنوبية. القصة هنا هم انتقلوا من مرحلة لمرحلة تانية خالص. في دول كتيرة جدا خلال الفترة الجاية يحصل فيها كوارث وبلاوي وانهيارات في النظم والقيم والثوابت بتاعتهم اللي كانوا دايما بيتاجروا بيها معانا. خلال الفترة الجاية هنشوف كتير جدا وتطورات كتيرة، لكن اعلموا جيدا ان صمت العالم على الجرائم بتاع الكيان اللقيط ان شاء الله سيدفعوا ثمنه غاليا في بلادهم قريبا بإذن واحد أحد. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.